سوق العلاقات باظ والادوار اتشوهت. السبب الحقيقي هو فئه محسوبه على الرجاله بالبطاقه بس، فئه لغت اطاراتها ودفاعاتها وبقت توزع خضوع مجاني بوظ وعي البنات وخلق عندهم حاله من الاستحقاقيه الوهميه. النهارده هنفكك ملف تقيل هيزعل الذكور كتير وهيعري حقيقه محدش بيجرؤ يتكلم فيها. هات قهوتك واي حاجه بتشربها وركز معايا عشان اللي جاي محتاج عقول شبعانه. تعال نمسك الموضوع ده من جذوره. ليه دايما بنسمع مقولة ان الراجل لما بيحب بيخيب؟ الراجل بطبيعته الكيان الوحيد اللي بيحفظ هيبته وهالته ورجولته هي افعاله ومبادئه ومسؤولياته. الراجل عبارة عن قلعة متحركة من الدفاعات والحواجز، ولما بيبدأ يحس بمشاعر حقيقية تجاه أي بنت ويتعامل معاها بيبدأ لا إراديا يرخي دفاعاته دي ويشيل الحواجز حتة حتة. الراجل لما بيحب هو رسميا أصبح عنده شيء يخسره، لأن الشخص الوحيد اللي يستحق إنك تضعف عشانه وترخي دفاعاتك وتشيل حواجزك هي مراتك اللي شايلاك وشايلة بيتك واسمك. غير كده أي إرخاء لدفاعاتك مع أي حد تاني فهو تسييل لرجولتك وكرامتك وتنازل عن إطارك الرجولي. وبنفس منطق إرخاء الدفاعات ده ظهرت لنا نوعية جديدة من الذكور على الساحة، نقدر نسميهم الذكور الهشة أو الفين بويز. والنوعية دي مشكلتها مش إنها بترخي دفاعاتها عشان حبت، النوعية دي أصلا دفاعاتها مرخية خلقة ومفيش عندهم هالة الذكورة من الأساس. الراجل من دول أو الذكر من دول تلاقي دايما قراراته بتتغير كل ساعة، مبادئه مش ثابتة والدنيا عنده عايمة. جدي الله يديله الصحة يا رب كان دايما لما يشوف النوعيه دي بيقول لي جمله بتلخص كل حاجه، بيقول لي عيال ملزوقه بتفافه. ودي حقيقه سيكولوجيه مرعبه. النوعيه دي تلاقيه بيكتب بالفرنكو في الشات العادي كنوع من المياصه، ودايما هو بيتكلم بيستعمل مصطلحات لا تليق باي راجل، زي تحفه قوي، روحي بجد، خطيره، واي كلمه لازم يلزق بعدها بجد. تحفه قوي بجد، جميله قوي بجد، تحسه خارج من كوكب زمرده. واللي هيشوف ان الفكره دي تصعيد او حكم سطحي على مجرد طريقه كلام فاحب اقول لك ان الطرف الثاني اللي هي البنت مهما كانت متقبله طريقتك دي ومبينه ان الموضوع عادي وكول، عقلها الباطن وغريزتها الانثويه نزلت من قدرك فورا وبدات تزيح عنك برواز الذكوره للابد. ليه الصنف ده بيمثل خطورة على مظهر الرجالة كلها؟ لأن الصنف ده للأسف بيتحسب على الرجالة لكن هو في الحقيقة مش منهم. إطار وبرواز الراجل ملغي تماما عنده، دايما مترسخ عنده كونسبت الخضوع للطرف الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بالتملق المقرف في الشات أو بأسلوب الكلام اللي بيتنافى تماما مع أي إطار رجولي يخلي البنت تحترمه. والكارثه الحقيقيه مش في ان الذكر ده لغي اطاره، الكارثه في العائد السيكولوجي اللي العيال دي بتعمله في الطرف الاخر. لما البنت تلاقي واحد المفروض انه محسوب على الرجاله وعمال يلف في مدارها كانه اوربتر وبيوزع عليها اهتمام مجاني وخضوع وتملق عمال على بطال، الايجو بتاعها بيتنفخ لدرجه الانفجار وبتبدا تعيش في وهم الاستحقاقيه العاليه وتفتكر ان ده سعرها الطبيعي في سوق العلاقات وانها ملكه متوجه بدون ما تقدم اي حاجه في المقابل غير مجرد تواجدها. الذكور دي بتبوظ الماركت حرفيا، لان البنت اللي اتبرمجت على الرخص ده لما بتيجي بعد كده تتعامل مع راجل حقيقي باطار ورجوله ومبادئ بتتصدم انه مش بينبهر بيها بسهوله ومش بيسفها تراب زي العيال الملزوقه بتفافه، فبتعتبره راجل معقد وتوكسيك، وهي في الحقيقه اللي اتبرمجت غلط واتعاملت بهاله استحقاقيه زائفه اتنفخت على ايد ذكور هشه ما يعرفوش عن الرجوله غير النوع في البطاقه. العلاقات باظت لان الادوار اتشوهت، والراجل اللي بيرخص طاقته ودفاعاته لاي حد بيسيل كرامته وبيشوه وعي اللي قدامه. فوق لاطارك واعرف انت بتدي طاقتك لمين، والاهم من ده كله لازم تفهم ان السيكولوجيه ديت لو ما عندكش وعي بيها فانت هتتفرم جوه دايره العلاقات المسممه. وعشان كده مجتمع العقول الشبعانه اللي بنبنيه هنا هو الحصن اللي بيفكك لك اللعب دي كلها. خليكم جاهزين للخطوه الجايه اللي هننقل فيها نقاشات لليفل اعلى من كده بكتير، ليفل اعمق ومقفول للعقول اللي عايز تفهم بجد. واكيد مش هقول لك ما تنساش تعمل سبسكرايب، والاهم ما تتكسفش تعمل شير لصاحبك اللي انت افتكرته وانت بتشوف الحلقه دي، وان شاء الله مكملين.